انت بدأت خلاص، كسرت اول دايرة، قمت من على السرير واشتغلت. بس الحقيقة مش دي البداية. البداية مش بداية الحرب، دي اول طلقة فيها. لكنك اول ما تبدأ هتلاقي الثلاث انواع من العقبات اللي طالعين لك في وشك. تعال نشوفهم سوا ونعرف نكسرهم ازاي. اولا، صوت جوه دماغك بيقولك مش شايف انت اتأخرت قوي؟ اكتر حاجة ممكن تهدك هي فكرة ان انت اتأخرت. انا كان المفروض ابدأ من زمان، اصل غيري سبقني، مفيش وقت الحق فيه اصلا. على فكرة الصوت ده خبيث جدا، بيقنعك ان انت حتى لو بدأت مش هتلحق، فالاحسن تسيبها من الاساس وريح دماغك. بس خليني اقولك الحقيقة، اللي بيبدأ متأخر بيوصل اسرع من اللي ما بدأش اصلا. اللي سبقك هو بقاله فترة بيتعب، بس انت ممكن تشتغل بوعي وتتقدم اسرع من غيرك، وتتعلم منه لان هو بدأ، فتشوف الحاجات اللي هو عالجها وتعلم منها وتبدأ انت كمان. المهم تبدأ وتكمل. ثانيا، فقدان الحماس بعد اول اسبوع. اول يومين ثلاثة كده بتكون الطاقة نار، بتبقى لسه بقى متحمس والدنيا حلوة. بس بعد كده الحماس بيقل، تبدأ تحس بملل، ويجيلك السؤال هو أنا ليه بعمل كده أصلا؟ كل ده طبيعي جدا على فكرة. الحماس دايما مؤقت، بس الاستمرارية هي اللي بتخلق النتيجة. طب والحل إيه؟ ما تعتمدش على إحساسك، اعتمد على نظامك. يعني حتى لو مش متحمس عندك عادة، وقت ثابت للشغل، وقت ثابت للراحة، خطوة يومية بتكملها حتى لو مش متحمس، وتخلق لنفسك ما نسميه بالانضباط الذاتي. تالت حاجة، كلام الناس اللي حواليك. هو انت بتتعب نفسك ليه؟ مش لازم على فكرة كل الناس تبقى ناجحة. يا عم خد الحياة ببساطة، الدنيا أسهل من كده. في ناس أوقات بتبقى نيتها طيبة، بس كلامها بيبقى مميت. لو سمعت لهم كتير هترجع تنام وتقول لنفسك هم عندهم حق. بس الحقيقة كل واحد بيشوف الحياة من وجهة نظره هو، فما تستناش من اللي ما يعرفش حلمك أو ما يعرفش إمكانياتك أو حتى ما يعرفش أنت تقدر على إيه ومدى شطارتك إن هو اللي يوجهك، لأنه حقيقي ما يعرفش أنت تقدر تعمل إيه أو تقدر حتى توصل لإيه. ولما تفقد السيطرة في النقطة دي لازم تتوجه لحد يقدر يفهمك كويس وتثق فيه. وخليك فاكر انت بتبني طريقك، مش اي حد هيقدر يقولك انت تروح فين، بس الاكيد انك لما توصل لحلمك كلهم هيفهموا. الوقت اللي بعد البداية هو اكتر وقت انت بتحتاج فيه دعم، مش من اللي حواليك، من نفسك او حد فاهمك كويس وقادر يقولك تعمل ايه في طريقك. عارف ليه؟ لان اكتر معركة بتخوضها مش مع الوقت ولا مع الظروف، معركتك الحقيقية جواك.